السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مول المكتبة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على المباراة اللي كتنظم كل سنة ديال الثانوية العسكرية الملكية اللي كاينة في إفران بالنسبة للإناث واللي كاينة في القنيطرة بالنسبة للذكور. أول حاجة اللي غادي نهضروا عليها هما الوثائق اللي هما حاطهم لكم كاملين باش تشوفوهم وثيقة بوثيقة باش تعرفوا الوثائق اللي غادي ندفعوا. قبل ما غادي نطرقوا الوثائق، اول حاجه غادي نهضروا عليها اللي هما الشروط اللي خاصهم يكونوا في التلميذ باش يتقبل في هذه المدرسه. اول شرط اللي كيطلبوه هو ان التلميذ خاص يكون ذات جنسيه مغربيه. بالنسبه للشرط الثاني هو ان التلميذ خاص يكون كيتابع الدراسه ديالو في السادس ابتدائي في الموسم الحالي ديال 2025 2026، يعني يكون باقي كيقرا في السادس العام. الشرط الثالث هو ان السن ديالو ما يتجاوزش 14 سنه، يكون من 14 سنه لتحت. هادو هما الشروط اللي طالبين. دابا غادي ندوزو للوثائق. بالنسبه للوثائق اللي طالبين، الوثيقه الاولى هي طلب الخطي اللي على هذا الشكل هذا، ومن الاحسن انا غير طبعته، من الاحسن يتكتب طلب يتكتب بالخط اللي يكتبوا الاب ديال التلميذ، يدير سميتو، العنوان، نمرة لاكارت ديالو، الاسم ديال التلميذ كيف ما كتشوفوا، كيدير الى السيد مدير الثانويه العسكريه بافران او بالقنيطره الا كان الابن. كيدير هذا الموضوع هذا: طالب اجتياز مباراة ولوج الثانويه العسكريه الملكيه بافران او القنيطره، خاص بالتلميذات او التلاميذ الثانوي الاعدادي والتاهيلي. كدير الوسط، كدير سلام تام بموجود مولانا الامام دام الله النصر والتأييد. كندوزو للموضوع بحال هكا كما كتشوفوا، تكتبوا كيما هكا: وبعد يشرفني سيدي أن أتقدم إلى حضرتكم بهذا الطلب وراجيا منكم قبول ابنتي أو ابني اجتياز مباراة تنظمها الثانوية العسكرية بإفران أو القنيطرة بالنسبة للذكور، قصد اجتياز مباراة ولوج وأحيطكم علما أن ابنتي أو ابني من مواليد بمدينة، حاصل على شهادة مدرسية أو تدرس بالسنة الدراسية السادس ابتدائي لسنة 2025-2026، وترفق هذا الطلب كافة الوثائق. هذا بالنسبة للوثيقة الأولى. هو الطلب من الأحسن يتكتب بالخط ديال اليد بالستيلو وورقة، ويتكتب بالخط ديال اليد من الأحسن. بالنسبة للوثيقة الثانية اللي هي شهادة مدرسية ديال هذا العام، كتمشي تاخذها من المدرسة، كيعطيها لك المدير ديال هذا العام بان الابن ديالك كيدرس في السادس ابتدائي. ما عنديش انا شهاده مدرسيه باش نوريها لكم، المهم كتمشي عند المدير راه كيعطيك شهاده مدرسيه. بالنسبه للوثيقه الثالثه هي النتيجه ديال الدوره الاولى ديال السادس. النتيجه ديال الدوره الاولى ديال السادس كتكون ديجا خداها من الدوره الاولى، ولا ما خداهاش كتمشي عند المدير راه كيعطيك نسخه جديده منها. بالنسبه للوثيقه الثالثه هما جوج تصاور ديال التلميذ، جوج صور شمسيه يكونوا جداد ديال التلميذ. بالنسبه للوثيقه الاخرى هي عقد تزديات، تكون اصليه. ملي كنقولوا اصليه كتكون مكتوبه بالستيلو ماشي اللي مطبوعه، كتاخذها من المقاطعه اللي مزيود فيها الدري. كتاخذ عقد التزديات كتكون مكتوبه بالفرنسيه، هذه عامره جات العربيه، وبالعربيه كما هذا الشكل هذا، يعني كتكون مكتوبه بالعربيه وبالجهه ديال الفرنسيه حتى هي عامره من جويه بجوج، كتاخذها من المقاطعه. بالنسبه الوثيقه الاخرى اللي طالبين اللي هي شهاده الاقرار بالابوه، اللي كتكون على هذا الشكل هذا، كدير السميه ديالك كأب او الام او الوالي ديال التلميذ، من بعد كدير موجب هذا التصريح الموقع من طرفي والمصادق عليه من طرف مختصة: أشهد شهادة تامة وأنا بكامل قواي العقلية والجسدية بأن ابني أو ابنتي المسمات، كندير الاسم والكنية ديالو، المزداد بتاريخ، كدير تاريخ الزياد ديالو، هي ابنتي الشرعية من صلبي أو ابني الشرعي من صلبي من أمه المسمات بصفتها زوجتي وبهذا ألتزم، وكتجيليزيه في المقاطعة. هذا هو كيطلبوا. بالنسبة للشهادة راه ما كيتخاتش، يعني كدير غير هذا الالتزام هذا وكتجيليزيه في المقاطعة حتى هو راه مقبول.
بالنسبه الوثيقه الاخرى هما جوج تنابر ديال هذا الشكل هادو ديال 4 دراهم و10، كتاخذهم من المكتبه على هذا الشكل، جوج تنابر كيكونوا جوج. وبالنسبه للوثيقه الاخرى هما جوج اظريفه صغار بحال هادو، جوج صغار كما كتشوفوهم. كدير التنبر هنايا وكدير الاسم ديال الاب وكدير العنوان ديالو فهنا وهنا. بالنسبه للوثيقه الاخرى هو تنبر متوسط الحجم اللي على هذا الشكل هذا، هادو الصغار وهذا الكبير متوسط، هو اللي كتجمع فيه الوثائق كاملين وكدير فيه واحد التنبر راكوموندي كتشريه من البوسطه، الثمن ديالو هو 21 درهم. بالنسبه للوثيقه اخرى حتى هي ما ذكرتهاش، اللي هي فوتوكوبي لاكارت ناسيونال ديال الاب، كتكون ايغاليزي مكيليزيه حتى هي. هادشي اللي كاين، كتجمع هاد الوثائق كاملين اللي ذكرت لكم، كتجمعهم وكتنيهم كما هاد الشكل وكتخشيهم في الجوا الكبير وكديهم للبوسطه. واخر اجال للدفع هو 1 يناير 2026، يعني الا دفعتي الدوسي ديالك من وراء هاد التاريخ راه ما كيتقبلش، يعني التاريخ اخر اجال هو 1 يناير 2025. بالنسبه للوثائق راه هما هادو. كنتمنى التوفيق للوليدات ديالنا يتقبلوا في هذه المدرسه هذه، والسلام عليكم ورحمه الله.